هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم خلود، وانا لسه بتكلم في سلسله الانجليش لانجوج وازاي نكتسب اللغه، او اللي عايز ياخد كورسز يعمل ايه. الفيديو ده زي ما قلنا هينزل على قناه فان ايزي انجلش على اليوتيوب وعلى الانستجرام، فلو انتوا بتتابعوني على الانستجرام ما تنسوش اللايك والكومنت والشير، ولو بتتابعوني على اليوتيوب ما تنسوش اللايك والكومنت وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتتابعوني على الانستجرام. اوكي، طيب خلونا نتكلم على السؤال بتاع النهارده. انا بحاول اقلل يا جماعه مده الفيديو، وهي هتبقى قليله قوي، بس يعني اي تراي، لان هو اسئله كتير متعلقه بالموضوع ده. النهارده هجاوب على السؤال الثالث في السلسله دي، وهو سؤال متعلق بازاي ان انا اوكي انا ما بحبش اللغه. ده سؤال جالي يعني. طب انا ما بحبش الانجليش بس انا محتاجه ومحتاج ان انا اتحسن فيه، اعمل ايه عشان احبه؟ اعمل ايه عشان ما ازهقش؟ لاني لما بسمع مثلا فيلم او ايا كان بحس ان انا مش فاهم فبزهق، اوكي، وما بكملش. اعمل ايه بقى؟ طيب مش هتهرب من الليسننج من الاخر، عشان بس ايه يعني ان انا بدايه كده الليسننج ده لابد منه، مش هتهرب منه. ما فيش حاجه اسمها ما بحبوش، هتسمع يعني هتسمع. لان ليه؟ عشان الليسننج بالنسبه لي اهم مهاره من مهارات اللغه. عن تجربه الليسننج بيرفع كل المهارات، وده انا هتكلم عليه في الفيديو اللي جاي او اللي بعده. اوكي، كل مهاره بتتحسن ازاي وايه تاثيرهم على بعض، بس مش ما فيش مهرب من الليسننج يعني. اوكي، طيب اعمل ايه بقى لو انا بزهق؟ اول حاجه لازم تسمع حاجه على الليفل بتاعك، ما تروحش تسمع حاجه ليفل اعلى. اوكي، ممكن تعلي الليفل سنه لو معاك تيتشر، يعني لو في تيتشر معاك هو بيبقى عارف يعلي لحد فين، او انت مستواك يجيب فين. اوكي، لكن لو لوحدك حاول تسمع حاجات على قد الليفل بتاعك عشان تفهم اللي تقدر عليه. اوكي، طيب تاني حاجه حاول تسمع حاجات مكتوب لها سبتايتلينج. يعني لو هتتفرج مثلا على اليوتيوب او حاجه شغل السبتايتلينج. سبتايتلينج يعني ايه؟ يعني تلاقوا الكلام اللي بيتقال بالانجلش مكتوب تحت بالانجلش برضو، مش ترجمه. انا ما بتكلمش على الترجمه، الترجمه دي افشل حاجه ممكن تعملوها في حياتكم في اللغه. اوكي، فكره ان انا اقرا الترجمه العربي وانا اتفرج على حاجه انجلش دي ممكن تبوظ لك كل حاجه. اوكي، لا انا بتكلم على السبتايتلينج الانجلش، اللي هو الكلام اللي بيتقال هتلاقيه مكتوب تحت بالانجلش برضو. طيب بيفرق في ايه؟ ان انت لما تيجي تسمع وهتلقط الكلام اللي ودانك بتسمعه لو انت لسه بيجنر في موضوع الليسننج. لان الليسننج انا هتكلم على الليسننج ده في فيديو لوحده، لان موضوع الليسننج ده كبير جدا ومؤثر على كل حاجه. ولكن انت ودنك ممكن في الاول فعلا لو انت بيجنر ما تلقطش الكلام اللي هيساعدك انك تبقى بتقرا اللي مكتوب، الكلام اللي بيتقال انت بتقراه تحت، فده هيخلي ودنك تتنبه للكلمه لو انت عرفت تقراها على الشاشه. اوكي، فنصيحه لو انت لسه بيجنر حاول تشوف الفيديوز اللي ليها سبتايتلينج. ومتهيألي اليوتيوب دلوقتي بقى بيدي اوبشن ان انت اصلا تعمل سبتايتلينج، حتى لو الفيديو صانع المحتوى نفسه مش عامل له سبتايتلينج اليوتيوب بيعمل لك سبتايتلينج. اوكي، فدي حاجه تانية. لحد ما تحس ان ودانك بدات تلقط من غير ما تقرا، ساعتها ابدا اسمع بقى من غير سبتايتل، يبقى انت كده طلعت في الليفل فعلا بتاع الليسننج. طيب تالت حاجه، اسمع الحاجه اللي بتحبها. بصوا يا جماعه، كل حد فينا عنده هوايه، اللي بيحب الطبخ، اللي بيحب الميك اب، اللي بيحب الفاشن، اللي بيحب الرياضه، الكوره، كل حاجه، الحرف اليدويه، اي حاجه في الحياه كل واحد فينا فيه هوايات بيحبها. حاول ان انت تتفرج على فيديوز ليها علاقه بالهوايه اللي انت بتحبها بس بالانجلش. ونصيحه يبقى اللي بيتكلم حد نيتيف او نيتيف لايك على الاقل، يعني حد يكون اصلا امريكان او كنديان او انجليزي لو بريتش، يعني لو انت عايز اللهجه البريطانيه، مش حد مثلا هندي وبيتكلم بالانجلش، فاهمين؟ لا، لان انت هتكتسب، هيأثر على الاكسنت بتاعتك، وانا هتكلم على الكلام ده في فيديو الليسننج. ولكن لا، حاول ان انت تسمع حد يكون فعلا لهجته نيتيف او نيتيف لايك. اوكي، ليه بقى انا بقول كده؟ لو انت بتتفرج على فيديو له علاقه بحاجه انت بتحبها، فانت برضو هتبقى حابب شويه الموضوع، مش هيبقى بالنسبه لك. طيب سوري، عملت بوز للفيديو يا جماعه، لان الفيديو دي مش هتعمل لها اديتنج غالبا، اوكي ايم باك.
طيب انا كنت بقول ليه نسمع فيديوز ليها علاقه بهواياتنا، لان لما تسمع حاجه انت بتحبها ده هيخليك يعني تحس ان انت مش متضايق من الفيديو، مش زهقان، مش هتزهق بسرعه يعني. اوكي، خصوصا لو في سبتايتلينج تحت فده هيسهل عليك الفهم، فمش هتحس ان انت فاصل عن اللي بيحصل. اوكي، ده هيسهل عليك كتير. يعني بتحبي الطبيخ، اتفرجي على فيديوهات طبخ بس ناس بتطبخ اجانب. بتحبي الميك اب، اتفرجي على فيديوهات ميك اب لاجانب. بتحبي الميوزك، اتفرج على ناس بتعلم ميوزك بس ناس اجانب. بتحب الكوره، شوف الناس اللي بتتكلم على الكوره اجانب، وهكذا. اوكي، ده هيفرق معاكم كتير. لما تبدا تحس ان الفهم بالنسبه لك بدا يبقى اوكي، ساعتها ابدا بقى ايه، شوف حاجات يعني متنوعه. طيب نصيحه تانية، ما تسمعش لحاجه واحده او لحد واحد، لازم اسمع مجالات كتير والناس كتير. ليه؟ ده اللي انا هتكلم عليه في الفيديو الجاي اللي هيبقى خاص بمهاره الليسننج. ايه اهميتها، ازاي اعليها بسرعه. الفيديو ده مهم جدا اللي جاي ده. اوكي، لان اي حد عايز يتعلم لغه يا جماعه لازم يعرف المعلومات اللي هقولها في الفيديو الجاي. اوكي، فانا هقف لحد كده واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي. باي باي.